اظبط الكادر كده. ايوه. ازيكم يا شباب؟ طبعا النهارده باذن الله بقى طبعا يعني احنا عايزين نمسك فلوس بقى يا شباب، وعايزين نبقى على وش الدنيا. ليه لا؟ يعني هم اللي معاهم فلوس احسن مننا في حاجه؟ لا طبعا، ولا احسن مننا ولا حاجه. هي الفكره بس فكره صبر واجتهاد، وان شاء الله نبقى احسن من احسن واحد معاه فلوس. يا عم يبقى معاك فلوس اكتر من ايلون ماسك يا عم، يلا يا عم. خليك واثق في الله، وخليك عندك ثقه في اللي خلقك، وخلي عندك ثقه في ربنا ان انت هتنجح لو فهمت الفلوس فعلا بتشتغل ازاي. اتكلمنا في الفيديو الاولاني واظن ان انت جيت لي من عليه، ولو انت ما شفتوش روح شوفه لان الفيديوهات كلها بتكمل بعض. الفيديو الاولاني اتكلمنا فيه عن التحويش، وقلت ان التحويش مهم جدا جدا جدا. دلوقتي نيجي للفيديو الثاني وهو اداره الفلوس. ايه اداره الفلوس دي؟ اداره الفلوس ببساطه شديده لازم تعرف فلوسك بتطير على ايه. انا عن نفسي كمحمد علاء، بصوا يا جماعه، هو في فرق بين البخل وفي فرق بين اني احسب انا بصرف ايه في اليوم، اني اصرف على الحاجات المهمه فقط. يعني معلش انا مثلا انا كمحمد علاء كنت بشرب في اليوم ثلاث كوبايات قهوه وكوبايتين قهوه، ومش عارف كوبايه القهوه ب7 جنيه ولا حاجه. فقلت طب معلش يا محمد، يعني هو انت لو شربت مثلا، انا نفسي ما اعرفش اكمل يومي فعلا من غير قهوه. فقلت هو انت لو مثلا شربت كوبايه قهوه واحده في اليوم هل هتموت؟ لا. طب لو ما شربتهاش خالص هتموت برضو؟ لا. فاهم؟ فمثلا كنت بجيب بسكويتات وعصاير وحاجات كلها ليس لها قيمه، يعني لو انت من غيرها مش عادي هتعيش يعني، والله مش هتموت يعني. فبس الفكره انها بتسحب من رصيدك، تاخد فلوس، فبالتالي بتلاقي ان مرتبك اللي اتبقى بعد الادخار. يا جماعه التحويش مهم، التحويش مهم. فروح شوف الفيديو قبل ما عشان تبقى فاهم انا بتكلم ايه. تمام. فبدات فعلا احدد نفقاتي، بس مش معنى كده ان انا ايه ما اجيبليش حاجه خالص، لا، ما انت ما تبقاش معفن، انت فاهم. فقلت لا، الاكل مهم. طبعا، ما انا بدات احدد بقى الاولويات. مصاريف اللبس، يعني مثلا لو جبت لي مثلا تيشيرت كل شهر، دي مهمه، يعني ما انا برضو مش همشي معفن. تيشيرت مثلا كل شهرين، كل مش عارف ايه، المهم ان بجدد الدولاب بتاعي كل شويه، ماشي. الاكل طبعا ده اساسي، ما انت مش هتعيش من غير اكل، هتموت يعني. فاهم؟ المواصلات مهمه، فاهم. لكن كافيهات، يا عم عاد انت لو قعدت على قهوه بلدي ووفرت المبلغ اللي بتدفعه هتلاقي نفسك بتوفر فلوس. البسكويتات هي اصلا كده مضره بالصحه، فبالتالي انا بحسب لك على نفسي، انا ما اعرفش، كل واحد فينا ليه تجربه مختلفه، يعني مش كلنا زي بعض. ثواني يا جماعه. ايوه. تمام. فمش كلنا زي بعض، يعني مش معنى ان انا مثلا بشرب 100 قهوه طب ده انت بتحبش القهوه يا عم. فاهم؟ السجاير مثلا، ان انت مثلا شوف هتلاقي نص، انا متاكد اغلب اللي بيتفرجوا فلوسهم طايره على السجاير. حاول تشوف بديل، حاول تقلل عدد السجاير اللي بتشربها، حاول اعمل اي حاجه بحيث تقلل نفقاتك في اليوم، بحيث ان المرتب يكفي معاك لاخر الشهر. لاخر ايه؟ لاخر الشهر. يا جماعه الموضوع ده مهم قوي، مهم قوي. لازم تحدد انت بتصرف ايه في اليوم، لازم. لا يعني ده خلاص بقى مش موضوع اختيار، لا ده اجباري عليك، اجباري عليك. حدد الضروريات فقط. الاكل مهم، اللبس مهم، فاهم. تخرج مره في الاسبوع مهم، ماشي، ما انت برضو حقك تغير جو، ولكن في حاجات مش مهمه في اليوم احنا بنصرفها يعني. ما انا عن نفسي لقيت نفسي ما بصرف 3 و4 كوبايات قهوه. ده انت 3 و4 كوبايات قهوه انت بتخبط في 50 جنيه، يعني في الشهر ب 1500 جنيه. حته ال5 جنيه دي وال6 جنيه اللي انت مستبخلها دي، او اللي انت بتقول ايه الهبل ده يا عم، ده رقم عبيط. اضرب في الشهر يا حبيبي، اضرب في السنه، هتلاقي ان هم بقى رقم. انت عارف لو شربت كوبايه واحده قهوه في اليوم، ده انا مش هقول لك علبه سجاير بقى ب 30 و35 جنيه، ده انا هقول لك كوبايه قهوه ب6 جنيه. وانا ما اعرفش انت في الوقت اللي بتتفرج عليه بقى وصلت بقت 10 جنيه ولا 15 جنيه، ما اعرفش بقى، طبعا الدنيا بتغلى كل شويه. في السنه هتلاقي نفسك معدي ال 1500 جنيه قهوه في السنه، ده في كوبايه واحده في اليوم. ما بالك بقى لو شربت 2، طب 3، طب 4، طب خروجات كل يوم، طب مش عارف ايه. يا جماعه فلوسنا بتطير حرفيا في حاجات ليس لها قيمه، لازم ندخرها في حاجه تجيب لنا هي فلوس تشتري بيها الحاجات اللي انت عايزها. بس يا شباب ده كان فيديو النهارده بقى. يا ريت بقى لو الحلقه عجبتك تنزل تشترك وتحط لايك. السلام عليكم يا شباب، باي باي.